بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص طريقة اختيار خروف التسمين. انت راجل محترم عايز تسمن غنم او تسمن خرفان، ان شاء الله في خلال الفيديو بتاع النهاردة هنقول لك ازاي تختار الخروف الصح او الغنم الصح اللي انت هتسمنها عشان تاخد منها مناعة وتحويل 100%. المفروض عليك كمربي تختار الخروف المناسب للتسمين، ودي من اهم الخطوات في مشروع تسمين الغنم، لان ديت بتحدد مدى نجاحك كمربي في عملية تسمين الخرفان. فالمفروض عليك تخلي بالك من عدة امور. رقم واحد، تختار الخروف بحالة صحية جيدة، يعني وانت بتشتري الغنم تخلي بالك من صحة وحيوية ونشاط الغنم اللي انت بتشتريها، وتختبر مشيتها وحركتها قدام منك، تمام، وتشوف المظهر العام بتاعها هل يسمح للتسمين، هل الخروف تعبان او مش تعبان، طب حركته في المشي طبيعية. رقم اتنين، ما تجيبش الخروف اللي انت هتسمنه اكبر من 6 شهور، ولا يتخطى عمره 12 شهر بعد تسمينه. مفروض عليك وانت بتجيب خروف تسمنه ما تجيبوش اصغر من 6 شهور، ولا تجيبه اكبر من 6 شهور. طب اصغر ليه؟ عشان تبقى انت ضامن ان هو شبعان لبن وراضع اللبن وكويس، عشان يديك مناعة وتحويل. وما تجيبوش اكبر من 6 شهور ليه؟ عشان ما تجيبش الخروف جعان ومتبهدل، لان من 5 ل6 شهور الخروف بيكون في اكمل نمو ليه، فبيديك المناعة والتحويل اللي انت عايز. طب هنجيبه 6 شهور وهنقعده فترة تسمين 6 شهور 180 يوم، هيكون تم عندك ال 12 شهر. هتطلع الخروف لحم كويس وهو لسه ما كسرش ولا سن، هيبقى عمره 12 شهر خروف لحم لباني هتمسك فيه اعلى سعر في السوق. رقم 3، الخروف اللي حضرتك هتسمنه تختاره من سلالة محسنة وراثيا المشهورة بسرعة تسمينها، وعندها قدرة على تحويل العلف اللي انت بتحطه للحم بسرعة اكتر، زي سلالة الغنم الرحماني. يعني اعلى معدلات تحويل بالنسبة لتسمين الغنم السلالة الرحمانية، يعني الخروف الرحماني ده افضل خروف رحماني او افضل غنم مصرية تسمنها وتوقفها على العلف. هتديك مناعة وتحويل عالي، بيبدأ من 200 ل 250 جرام، واحيانا في بعض الخرفان في الغنم الرحماني بتديك 300 جرام في اليوم، ودي بتبقى حالات نادرة بنسبة من 20 ل 30%. رقم 4، المفروض عليك كصاحب مشروع، اي مشروع، تتابع المشروع بتاعك. يعني انت بتربي غنم، المفروض عليك متابعة الغنم صحية، وده بيتم علاجها من الطفيليات سواء كانت خارجية او داخلية، بالاضافة الى التحصينات الدورية، وعزل الغنم الجديدة في مكان منعزل لفترة تتراوح من 2 ل3. يعني لو انت عندك غنم قديمة ولسه ما كملتش مزرعتك، وكل يوم بتدخل 10 حتت او 5 حتت او خروفين او خروف، الغنم الجديدة اللي انت هتجيبها كل يوم تخليها في مكان من يوم او يومين او 3 ايام بالكتير، لحد ما تتأكد من الصحة بتاعتها، لحد ما تتأكد من الصحة بتاعتها انها غير مصابة باي امراض معدية. رقم 5 والاخير، التوفيق من عند ربنا في اي مشروع ثم من عندك.